هاي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم ماسك هيشيل كل الخلايا جلد الميتة من وشك، هيشيل الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء، هيشيل البهتان. هتشوفوا الفرق بين وشي دلوقتي وفي اخر الفيديو. ماسك سحر، تبييض، تنعيم، شد البشرة. بصي، هتعملي جلسة تنظيف بشرة في البيت بأقل تكاليف، حاجة كده مش هتكلفك 5-6 جنيه. خيال، صدقوني النتيجة خيال للبشرة. هتشوفي قد ايه بشرتك هتتحول من بشرة بهتانة ومرهقة ومش مترطبة لبشرة منورة وجميلة ونظيفة، وبشرة كده بتلمع من النظافة. حقيقي هتلاقي بشرتك كده بتلمع. سيبك بقى من الإرهاق والبهدلة وإهمال السنين اللي انت عاملاه في بشرتك، وهتشوفي دلوقتي بماسك بسيط جدا ب3 مكونات وموجودين عندك في البيت أو ممكن تجيبيهم من عند العطار. هتشوفي هيحول بشرتك ازاي. أول حاجة هنا عندي معلقة بن عادية جدا من بيتك، قهوة سواء كانت محوجة أو عادية، هي معلقة بن، معلقة صغيرة، وكمان معلقة لبن بودرة، وكمان معلقة جيلاتين. أنا هحط معلقتين علشان تديني كده قوام تقيل على البشرة. جيلاتين نباتي بتجيبيه من عند أي عطار أو من أي ماركت كبير. ادي ال3 مكونات بتوعي: قهوة، لبن بودر، وكمان الجيلاتين. وهنخلطهم كويس جدا. جيلاتين بقري أو جيلاتين نباتي حسب ما تلاقيه، يعني هو موجود في اي هايبر ماركت زي ما قلتلك او موجود عند العطار. هقلبهم كويس جدا وهحط شوية مية دافية، مش سخنة، دافية. ما مش عايزة حطي مية عادية وحطيها في الميكروويف حوالي 3 دقايق. طيب ما عندكيش لبن بودر، هنعجن بلبن دافي. تحطي جيلاتين وقهوة واعجني بلبن دافي. اللبن ليه فوايد مش طبيعية للبشرة، والقهوة كمان هتدي تنعيم وتوحيد وترطيب وهتملالك الخطوط الرفيعة. واللبن بقى طبعا بياض، نضارة، تغذية، فايدة للبشرة كده، تحسي بشرتك بتتنفس وناعمة وجميلة. صدقوني ماسك هيودي بشرتك في حتة تانية، هياخدك كده لمكان تاني في البشرة. يلا بينا بقى. هبدأ أفرد الماسك على بشرتي واحدة واحدة بالفرشة. ما عندكيش افرديه بمعلقة، ما عندكيش خالص افرديه بإيديكي، ما توقفيش نفسك. المهم قومي واعملي الماسك، ما تستنيش. ماسك صدقوني خطير ونتيجته وهمية، بس ما تحطوهوش حوالين تحت العين، لان لما تشدي طبعا الماسك بعد ما ينشف هيوجع لك المناطق دي، والمناطق دي طبعا احنا عارفين ان جلدها رقيق. ولا تحطيه عند الحواجب ولا اي منطقة فيها شعر، علشان واحنا بنشده ممكن المناطق دي الشعر يتشال منها. طيب حطيته، يا اما همسحه وهو طري، يا اما لو نشف هغسله بالمية عادي، هيبوش وهينزل. انا فردته كويس جدا. بصوا انا فرحانه وانا بعمله، لاني قد ايه انا عارفه نتيجته، مش اول مره اعمله، عارفه نتيجته وجماله للبشره وقد ايه هو سحر للبشره. انا عملته طبعا، انا ابني بره كل شويه يدخل يتفرج عليا يتخض ويطلع عادي جدا. خديهم في البيت واعمل لهم الماسك، هم هيفرحوا ما يشوفوا نتيجته عليكي اصلا من كتر ما هو جميل. انا فردته، والمناطق اللي كنت بحس ان هي محتاجه تاني بزود لها تاني. ممكن تعملي كمان ايديكي، ركبتك، رجليكي، اي مكان فيه اسمرار او فيه رؤوس سودا بتعمليه. انا سبته حوالي نص ساعه لغايه ما ينشف، هتلاقيه بيتشال معاكي خالص. بصي لما ينشف تحطي ايديكي تلاقيه نشف، هتبداي تشيليه واحده واحده، هتلاقيه بيتشال معاكي. بيشيل معاكي الشعر الوبري، بيشيل معاكي الجلد الميت، بيشيل معاكي اي رؤوس بيض او رؤوس سودا، بيوحد لون البشره، زي ما قلت لكم بيرطب البشره وبيخليها ناعمه. بصي هتلاقيه كده عامل نتيجة رهيبة. لو عندك اسمرار حوالين الفم، انا مش الشخصيات اللي كده عندها اسمرار حوالين الفم، الماسكات دي بتفرق معايا جدا وبتطلع لي نتيجة رهيبة، بتوحد لي لون البشرة. الناس اللي بتعمل شيفنج لبشرتها ده حلو قوي في ان هو يشيلك الشعر الوبري الرفيع. شيلي بقى الورقة دي بالراحة كده من على وشك وشوفي البلاوي اللي طالعة في الماسك. صدقوني رهيبة. لو حسيتي انه طري شوية وانتي بتشيليه استني لغاية ما ينشف عشان يتشال معاكي بكل سهولة. انا دايما بعتبر الماسك ده ماسك البشرة المتبهدلة، البشرة اللي عايزة انقاذ سريع، حل، لان انا عندي مناسبة، عندي عيد، عندي اي حاجة سريعة ومحتاجة حل تنظيف سريع زي الصالونات بالظبط. ده
اسرع واحلى حل. بصي هتلاقي بشرتك كده بتلمع من النظافة، بتلمع، ما فيهاش بثور سودا ولا بثور بيضة ولا حبوب ولا اي حاجة. بصي هتلاقي بيطلع بلاوي زرقاء. يعني بص، الناس اللي انت مش طايقاها حطي عليها الماسك ده هتلاقي شالهم من حياتك من كتر ما هو قوي جدا في ازالة اي حاجة. بصوا رهيب رهيب رهيب. بس انتي سايسيه وانتي بتشيليه كده بالراحة علشان ما يوجعكيش، لان هو اكيد بيشيل شعر وبري وبيشيل حاجات كتير زي ما قلتلك، فسايسيه بالراحة خالص. حاولي ما تجيبوش طبعا عند البيبي هير في اول راسك، لان ده شعر احنا اصلا بنتمنى شعرايه تطلع يعني. فبالراحة خالص وانتي بتشيليه هتحسي بالنعومة اصلا، يعني هتحسي وانتي بتشيليه بالنعومة. وزي ما قلتلك اي حتة، ان مثلا في حتة على حواجبي انا ما شلتهاش خالص، دي سبتها لغاية اما جيت اغسل شعري و سوري اغسل وشي ورحت شطفها بالمية. بالراحة كده خالص شيليه، صدقوني يستاهل التجربة. ماسك حقيقي خطير 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 وجميل ورائع، وبجد اكتر ماسك انا عملته وشكرت فيه كده. يعني انتوا هتلاقوني في حاجات كتير سكين كير على صفحتي، اكتر ماسك انا عملته مبسوطة بنتيجته وقد ايه انا حسيت